السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع حل تدريبات الدرس الأول بعنوان الموقع الجغرافي الوطني العربي. أول سؤال معانا وهو سؤال طبعا تدريبات كتاب الأضواء صفحة 17. أول سؤال أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. رقم 1: يقع الوطن العربي وسط قارات العالم. طبعا القديم موجود بين قارات العالم القديم، وهي قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا، فدي قارات العالم القديم. أما قارات العالم الجديد لا، فالوطن العربي غير متواجد فيها، طبعا بعيدة جدا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، قارة القطبية الجنوبية وقارة أستراليا. لا، فإحنا وطن عربي منحصر بين 3 قارات من هي قارات العالم القديم، بس أرضه موجودة في القارتين هي آسيا وأفريقيا فقط. فبالفعل السؤال الثاني بيقول لي تمتد أراضي الوطن العربي في قارتي آسيا وأفريقيا. ده بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث: يحد الوطن العربي من الجنوب بحر العرب، المحيط الهندي والصحراء الكبرى. نشوف مع بعض كده. فنجد ان الوطن العربي من الجنوب موجود البحر العربي والمحيط الهندي، وكمان عندي الصحراء الكبرى بتشغل مساحة كبيرة في جنوب الوطن العربي، فده بالنسبة للجهة الجنوبية. السؤال الرابع: توجد النسبة الكبرى من مساحة الوطن العربي في قارة أفريقيا. إذن عندي في الجناح الآسيوي في آسيا والجناح الأفريقي في أفريقيا، فالجناح الأفريقي أكبر مساحة من الجناح الآسيوي، فهو في قارة أفريقيا. رقم 5: أكبر الدول العربية من حيث المساحة طبعا دولة الجزائر. فدولة الجزائر واللي موجودة في الجناح الأفريقي هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي يتحكم الوطن العربي في ممرات مائية مهمة. طبعا انا عندي العديد من المضايق والممرات المائية، بس هنا بيقول لي منها قناة. طالما هو حدد لي قناة يبقى مفيش غير قناة السويس. رقم 7: يحد الوطن العربي من جهة الشرق، من جهة شرقية، خليج ايه وخليج ايه. نبص مع بعض كده، فهنلاقي ان في الجهة الشرقية في عندي الخليج العربي وخليج عمان، الاتنين بيحدوا الوطن العربي من الجهة الشرقية، فده بالنسبة للمنطقة الشرقية للوطن العربي. والسؤال رقم 8: يطل الوطن العربي على المحيط ايه والمحيط ايه. طبعا انا عندي محيطين اتنين في الوطن العربي، هو المحيط الهندي والمحيط الاطلنطي. المحيط الهندي في الجهة الشرقية والغربية طبعا فيها المحيط الاطلنطي. السؤال الثاني وهو بعنوان اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. أول سؤال معانا: أتحرص مصر على مر العصور على إقامة علاقات صداقة وتعاون مع جيرانها من الدول العربية الأخرى. طبعا عبارة صحيحة صواب. أما السؤال الثاني: يتمتع الوطن العربي بموقع جغرافي متميز. أيوة مظبوط صواب، العبارة صحيحة. يطل الوطن العربي على 4 مضايق مائية. لا، أنا عندي 3 مضايق مائية وممر مائي اللي هي قناة السويس، فالعبارة غير صحيحة. يعني 4 لا، هم 3 مضايق فقط. رقم 4: يحد الوطن العربي من جهة الشرق المحيط الأطلنطي. لا، مش مظبوط، الأطلنطي في الجهة الغربية. رقم 5: قامت على أرض الوطن العربي العديد من الحضارات، منها حضارة بلاد العراق القديم. طبعا العبارة صحيحة صواب. رقم 6: يتحكم الوطن العربي في أهم الطرق التجارية العالمية. أيوة مظبوط صح، العبارة صحيحة. السؤال الثالث اللي معانا واللي بعنوان اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1: توجد النسبة الكبرى من مساحة الوطن العربي في قارة، لسه قبلنا في السؤال فوق لسه، هي قارة طبعا أفريقيا. آسيا وفي الجناح الوطن العربي في قارتين، آسيا وأفريقيا، بس المساحة الأكبر في قارة أفريقيا. رقم 2: يقع البحر المتوسط بالنسبة للوطن العربي في جهة ايه؟ البحر المتوسط في شمال الوطن العربي، فالبحر المتوسط هو موجود شمال الوطن العربي. يحد الوطن العربي غربا المحيط الأطلنطي من الجهة الغربية. رقم 4: يشغل الوطن العربي مساحة 13 مليون كيلومتر مربع، ويضم عدد كام دولة؟ دولة طبعا 22 دولة. يبلغ عدد الممرات المائية اللي يتحكم فيها الوطن العربي. هنا بيقول لي ممرات مائية وسابها لي مفتوحة، ما قاليش مضايق.
قال لي ممرات مائية يبقوا أربع ممرات مائية، لكن لو هقول لي مضايق هقول له 3 مضايق بس، لكن الممرات المائية لما نضيف ليهم 3 مضايق نضيف ليهم قناة السويس يبقى 4 ممرات مائية. رقم 6 يمر في جنوب الوطن العربي المحيط، طبعا اللي بيحد الوطن العربي من الجنوب هو المحيط الهندي. ايه السؤال اللي بعد كده؟ رقم 7 يوجد بالوطن العربي أماكن مقدسة مثل جامع الأزهر الذي يوجد في دولة، طبعا عندنا هنا في مصر. رقم 8 أصغر الدول العربية من حيث المساحة هي أصغر دولة عربية خالص هي دولة البحرين في الجناح الآسيوي. تطل دولتا السعودية ومصر على البحر، مصر والسعودية في بحر مشترك بينهم، أيوة البحر الأحمر. فلو بصينا كده نلاقي المشترك، طبعا عندي بحرين اتنين، عندي في مصر بحر متوسط وبحر احمر، بس هو بيقول لي اللي بتشترك فيه مصر مع دولة السعودية طبعا البحر الاحمر. طبعا هنا دي البحرين دولة، يعني هي جزيرة في الخليج العربي، فهي اصغر دولة عربية عندي في الوطن العربي. السؤال اللي بعد كده هو السؤال الرابع، وبيقول لي صوب ما تحته خط مما يلي، يعني الكلمة اللي تحتها خط دي كلمة غير صحيحة. رقم 1 يحد الوطن العربي من جهة الشمال، جايب لي يقول جبال زاجروس، يا ترى في شمال الوطن العربي جبال زاجروس؟ لا العبارة مش صح، كلمة زاجروس دي مش مظبوطة. طب ايه الجبال عندي في شمال الوطن؟ طبعا جبال طوروس هي اللي موجودة في شمال الوطن العربي، الوطن العربي يحد البحر المتوسط من الشمال، وجبال طوروس أيضا، فجبال طوروس هي في الجهة الشمالية. السؤال الثاني يمتد الوطن العربي في قارتي آسيا طبعا مش أوروبا غلط، هو موجود بين 3 قارات، لكن أراضي هو ممتد في قارتين 2 بس، هي قارة آسيا وإفريقيا. قامت على أرض الوطن العربي العديد من الحضارات القديمة، ومنها جايب طبعا الحضارة الرومانية، طبعا مش مظبوط، أنا عندي العديد من الحضارات زي الحضارة المصرية القديمة وحضارة العراق القديم، دي الحضارات اللي ظهرت على أرض الوطن العربي. 4 لموقع الوطن العربي أهمية دينية لوجود العديد من الممرات المائية، هو ليه أهمية دينية، بس عشان وجود العديد من الممرات المائية لا غلط، العبارة مش صحيحة، مش دينية، لكن أهمية بقى طالما ممرات مائية يبقى أهمية اقتصادية. 5 يطل الوطن العربي من جهة الشرق على خليج، هو جايب لي خليج عدن، لا في الجهة الشرقية الخليج العربي أو خليج عمان. رقم 6 طبعا الخليج العربي اللي هو موجود هنا ده الخليج العربي، وهنا كده خليج عمان. رقم 6 أكبر دول الوطن العربي من حيث المساحة هي طبعا دولة الجزائر مش ليبيا، الجزائر أكبر دولة عربية طبعا من حيث المساحة، وهي موجودة في الجناح الأفريقي. السؤال اللي بعد كده السؤال الخامس جايب لي طبعا خريطة سمار الوطن العربي، وعايز مدلول الأرقام اللي على الخريطة. فأول سؤال معايا أو الرقم معايا رقم 1 البحر، طبعا مشاور لي هنا على البحر اللي بين الجناح الآسيوي والجناح الأفريقي هو البحر الأحمر. رقم 2 خليج، فين خليج رقم 2؟ الخليج اللي هنا يبقى خليج مظبوط خليج عمان. رقم 3 المحيط، طبعا هو عامل لي رقم 3 هنا، كل الجهة دي كلها هي نفس الشيء، يعني لو حطيت لها هنا كل ده كده هو المحيط الأطلنطي، ما تخافش هو كل اللي في الجهة الغربية هو محيط واحد هو المحيط الأطلنطي. رقم اللي بعد كده رقم 4 دولة، طبعا الدول مهمة جدا، فأنا عندي دولة في كل الجزء ده دولة المغرب. طبعا يعني اصدقائنا في المغرب اللي كانوا زعلانين ان في مناهج تانية اعدادي كان في حدود فاصله بين المغرب وبين الصحراء المغربيه، فانا بقول لهم يعني لو هم متابعينا ان الحدود اتشالت، وقلت لهم في يوم من الايام والله قلت لهم وعلقت على الفيديو قلت لو المناهج اتغيرت وجات لي الخرايط ما فيش فيها حدود اول واحده هتشرحها اكون انا، فيا رب يكونوا مش زعلانين من الموقف اللي كان قبل كده حاصل. رقم 5 دولة، طبعا 5 أكبر دولة في الوطن العربي هي دولة الجزائر. رقم 6 مضيق فين 6 أهو هنا بين البحر المتوسط، يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلنطي مضيق جبل طارق. رقم 7 قناة، طبعا مفيش اللي هي قناة واحدة وهي هنا في مصر، هي طبعا قناة السويس. رقم 8 مضيق، 8 هنا طبعا مضيق يصل البحر الأحمر بالمحيط الهندي يبقى مضيق باب المندب.
رقم 9 وأخيرا هو مضيق نقط. طبعا المضيق اللي بيصل الخليج العربي بخليج عمان والمحيط الهندي هو مضيق هرمز. دي الخريطة الأولى اللي معانا، ومعانا خريطة تانية كويس جدا عشان يثبت عندي الخريطة فبيسألني كتير فيها كويس. أمامك خريطة لبعض عواصم الوطن العربي، استعن بها وأكمل الجدول التالي. جايب لي يقول لي الدولة وهو عايزني أقول له العاصمة بتاعت الدولة أو العكس. فجايب لي مثلا رقم 1 دولة السودان، وبيقول لي دور كده على الخريطة واعرف مين العاصمة. طبعا دولة السودان عاصمتها الخرطوم، نكتب له الخرطوم. مصر طبعا عاصمة القاهرة، هو جايب لي القاهرة وأنا هكتب له طبعا هي دولة مصر. عندي السعودية عاصمتها الرياض، الرياض. تمام. الجزائر، دولة الجزائر عاصمتها نفس الاسم الجزائر أيضا، وزي تونس عاصمتها أيضا تونس، فدي من الدول اللي مفيش فيها أي مشكلة. رقم 5 دولة ايه اللي عاصمتها الرباط؟ ايه الدولة اللي عاصمتها الرباط؟ طبعا دولة المغرب الشقيق. رقم 6 دولة عاصمتها بغداد، يبقى دولة العراق الشقيق أيضا هي اللي عاصمتها بغداد. جايب لي كمان خريطة كتر خير. السؤال السابع خريطة أيضا، بيقول لي 1 البحر. الخرائط بتثبت المعلومة جدا. طبعا البحر في شمال الوطن العربي البحر المتوسط. رقم 2 دولة، الدولة اللي قلنا أكبر دولة طبعا دولة الجزائر. رقم 3 دولة ايه الدولة اللي في طبعا دي مصر، الدولة اللي في جنوب مصر دولة السودان. 4 دولة كبيرة وأكبر دولة في الجناح الآسيوي دولة المملكة العربية السعودية. رقم 5 خليج 5، طبعا هنا كده الخليج العربي. رقم 6 الصحراء، طبعا يعني هي صحراء اللي عندي طبعا صحراء أكبر صحراء هي صحراء الكبرى. رقم 7 جبال، فين 7 فين في الجهة الشمالية يبقى جبال طوروس، مظبوط. لكن رقم 8 عاملها لي في الجهة دي بين العراق وبتفصل بين العراق وبين إيران، يبقى هنا كده جبال زاجروس. رقم 9 المحيط، فين 9 المحيط الهندي، لكن لو كان جابوا لي هنا احنا عارفين طبعا هنا الأطلنطي لا. رقم 10 البحر، هنا يا ولاد في بحر مفتوح وهو البحر العربي. البحر العربي يعني مفتوح فتحة واسعة، مش زي البحر الأحمر ولا المتوسط ليهم مضايق، لا مفتوح فتحات واسعة على المحيط، ده البحر العربي. رقم السؤال الثامن وبرضه جايب لي خريطة الوطن العربي، قال لك ادرسها ثم استخرج منها ما يلي. طيب قالوا الأول السؤال بيقول لي دول عربية آسيوية تطل على البحر المتوسط. ايه الدول العربية الآسيوية اللي بتطل على البحر المتوسط؟ سوريا، لبنان، فلسطين. دول عربية إفريقية تطل على البحر الأحمر، لا أنا عايزة دولة عربية بس إفريقية، فأنا عندي يبقى مصر والسودان بيطلوا على البحر الأحمر، يبقى مصر والسودان لأن جيبوتي على المضيق هنا بتاع باب المندب. تمام. دولة عربية آسيوية تطل على البحر الأحمر، المرة دي عايز دولة آسيوية بتطل على البحر الأحمر. طيب أنا عندي إيه اللي بتطل؟ عندي اليمن، عندي السعودية. رقم 4 دول عربية تطل على المحيط الأطلنطي، عايز من الناحية الغربية، ما عنديش حاجة بتطل على المحيط الأطلنطي غير المغرب وموريتانيا، فهم الدولتين اللي بيطلوا على المحيط الأطلنطي في الغرب. رقم اللي بعد كده 5 دول عربية تطل على الخليج العربي، أنا عندي العديد من دول عربية بتطل على الخليج العربي، يعني من أول لو خدنا من أول بقى الإمارات، قطر والبحرين والكويت، حتى العراق بتطل على الخليج العربي يعني منطقة صغيرة خالص، بس دي كلها دول بتطل على الخليج العربي. رقم 6 الدول العربية الإفريقية اللي تطل على البحر المتوسط، عايز دول عربية بس المرة دي الجناح الأفريقي، فأنا عندي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، دول كلهم بيطلوا على على البحر المتوسط في الجناح الإفريقي. السؤال اللي بعد كده رقم 7 يصل مضيق باب المندب بين باب المندب اللي هنا بين البحر أكيد البحر الأحمر والمحيط الهندي، يعني بين البحر الأحمر، عايز تقول البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي من الناحية التانية، مظبوط، يعني البحر الأحمر من جهة خليج عدن والمحيط الهندي من الجهة الأخرى، مظبوط. بس هو هنا محدد لي المحيط، هو قايل المحيط فما ينفعش أكتب غير المحيط الهندي. رقم 8 يصل مضيق جبل طارق بين بحر ايه ومحيط ايه؟ طبعا جبل طارق البحر المتوسط مع المحيط الأطلنطي.
رقم 9 يصل مضيق هرمز بين خليج نقط والخليج نقط. طبعا مضيق هرمز بيصل بين الخليج العربي وخليج عمان، يبقى خليج عمان، هو كاتب خليج بس، يبقى خليج عمان والخليج العربي. اخر سؤال معانا، تشرف دولتا نقط ونقط على مضيق باب المندب. طبعا مضيق باب المندب مضيق عربي خالص، ان بتشرف عليه دولتين عربيتين هي اليمن وجيبوتي، فده بالنسبه لمضيق باب المندب. وصلنا لصفحة 20 والسؤال التاسع بيقول لي استعمل الخريطة السابقة واستخرج الاسم غير المناسب في كل مجموعة من المجموعات الآتية. يعني في اسم مش مناسب للمجموعة، فجايب لي مصر والسودان والجزائر والعراق. طبعا مش ملاحظين ان كل دول افريقية ما عدا العراق دولة اسيوية، فهي المختلفة المرة دي. رقم 2 اليمن والاردن والمغرب والكويت، العكس كل دول اسيوية والمغرب افريقية، يبقى هي الايه المختلفة، نشد خط تحتيها. رقم 3 البحر المتوسط، البحر الاسود، بحر العرب والبحر الاحمر، كلهم بحار في الوطن العربي ما عدا البحر الاسود، ده مش في منطقتنا العربيه. رقم 4 خليج عمان، خليج العربي، جبال زاجروس، جبال طوروس. ايه ده المره دي جبال وخلجان، ايه التشابه؟ ان جبال زاجروس والخليج العربي وجبال عمان كلها جبال في الجهه الشرقيه ما عدا جبال طوروس انها في الجهه الشماليه. مظبوط. رقم 5 مصر والسعوديه والسودان والجزائر، كلهم دول افريقيه ما عدا السعوديه دوله في الجناح الاسيوي. رقم 6 سوريا وفلسطين وتونس والعراق، كلهم دول اسيويه ما عدا تونس دوله افريقيه. السؤال اللي بعد كده السؤال العاشر بيقول لي بما تفسر او فسر. ده سؤال عايز طبعا ايه تفسير وتعليل الاجابه. فاول شيء بيقول لي بما تفسر الاهميه الاقتصاديه لموقع الوطن العربي. ليه الوطن العربي ليه اهميه اقتصاديه كبيره؟ هقول له طبعا الوطن العربي ليه أهمية بسبب موقعه على بحار ذات أهمية تجارية، وكذلك تحكمه في ممرات بحرية مهمة، وبالتالي تحكمه في أهم طرق التجارة العالمية. هي أهمية اقتصادية. السؤال الثاني عاملاه بالأزرق عشان يبين الفرق بين ده وبين ده. بيقول تحكم، بمتفسر تحكم الوطن العربي. يا ريت لما نيجي نقرا السؤال نقرا راس السؤال، عشان ساعات طلبه يجي يقرا السؤال لانه مثلا بيتفسر ويكون نتائج او العكس، فناخد بالنا. بيتفسر ليه تحكم الوطن العربي في اهم طرق التجاره العالميه. ليه الوطن العربي؟ طبعا انا بسبب موقعه، طبعا يعني هو شبيه كتير بالسؤال اللي فات، يعني هو مكمل ليه او هو تقريبا. ليه بيتحكم في اهم طرق التجاره العالميه؟ بسبب موقعه على بحار ذات اهميه تجاريه. يعني البحار اللي لها أهمية هو بتفصيلي شوية، بيفصل لك شوية اللي هو قاله فوق، عشان بيتحكم بيطل على بحار ذات أهمية تجارية زي البحر الأحمر، البحر المتوسط، الخليج العربي. تحكمه في ممرات بحرية مهمة، وأربعة اللي احنا عارفينهم. طيب الهرمز وباب المندب وجبل طارق وقناة السويس. رقم 3 بيقول لي بما تفسر وجود تراث ثقافي مشترك بين دول الوطن العربي. ليه في تراث ثقافي بيننا مشترك؟ هقول له بسبب اللغة العربية والدين الإسلامي، واللذين كان سببا في التراث الثقافي المشترك بينهم. اللغة العربية والدين الإسلامي كان سبب في وجود تراث ثقافي بين دول الوطن العربي. السؤال ال11 واللي بيقول لي ما النتائج المترتبة على ايه؟ اول حاجه تحكم الوطن العربي في الممرات المائيه. ايه نتيجه تحكمه؟ طبعا احنا قايلين زمان ان السؤال بمتفسر عكس السؤال ما النتائج، او هو تلاقي اجابه ده في ده واجابه بالنتائج في المتفسر، فتلاقيهم يقول لي ايه النتيجه المترتبه على تحكمه في الممرات المائيه. هقول له والله اصبح للوطن العربي نتيجه تحكم الوطن العربي في الممرات المائيه، اصبح الوطن العربي اهميه اقتصاديه من خلال تحكمه في اهم الطرق التجاريه العالميه. ده النتيجه كده. تاني سؤال نتائج بيقول لي تواصل الشعوب العربية مع بعضها من خلال التبادل التجاري والثقافي. نتيجة تواصل دول الشعوب العربية مع بعضها. قال لي طبعا نتيجة كده أدى إلى تبني قيم اجتماعية مثل تشابه العادات والقيم والتقاليد ووجود تراث ثقافي مشترك. دي نتيجة تواصل الشعوب العربية مع بعضها من خلال التبادل التجاري والثقافي، خلى فيه قيم اجتماعية، تشابه عادات وتقاليد وتراث. ده النتيجة. السؤال اللي بعد كده السؤال 12 برهن على صحة العبارات الآتية. العبارة صحيحة، اديني دليل على ان العبارة صحيحة. سؤال برهن ده من الأسئلة الظريفة، عايز دليل على صدق العبارة.
أول شيء للوطن العربي أهمية ثقافية وحضارية. ليه الوطن العربي له أهمية ثقافية وحضارية؟ أقول له حيث قامت على أرضه أقدم الحضارات، مثل الحضارة المصرية القديمة حضارة بلاد العراق القديم، فدي دليل على إن أهمية ثقافية وحضارية منذ القدم. 2 للوطن العربي مكانة دينية مهمة. ليه للوطن العربي مكانة دينية مهمة؟ أقول عشان هو موطن الديانات السماوية الثلاث، ويضم زي أماكن مقدسة مثل الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وزي الأزهر الشريف في مصر، وزي كنيسة القيامة في فلسطين. السؤال اللي بعد كده رقم 3، يتمتع الوطن العربي بموقع جغرافي متميز. طبعا المكان ما كانش هيقضي إطلاقا إن احنا نجاوب فيه، فالسؤال ده سؤال يعني مقالي قوي. هقول طبعا الوطن العربي بيتميز بموقع جغرافي متميز، يقع وسط قارات العالم القديم الثلاث، تمتد أراضيه عبر قارتي آسيا وإفريقيا، يحد من الشمال البحر المتوسط وجبال طروس، من الجنوب المحيط الهندي وبحر العرب والصحراء الكبرى، جنوب المحيط الهندي وبحر العرب والصحراء الكبرى. أما من الشرق فيحد الخليج العربي وخليج عمان وجبال زاجرس، ومن الغرب المحيط الأطلنطي. فدي كله بيتكلم على الموقع الجغرافي. طبعا سؤال يعني دسم جدا. السؤال اللي بعد كده رقم 4، يتحكم الوطن العربي في العديد من الممرات المائية. ايه الدليل على كده؟ الدليل هو ان الوطن العربي بتتحكم بالفعل في مضايق بحريه مهمه، مضيق هرمز، مضيق باب المندب، جبل طارق، فدي اهم الممرات المائيه، وكذلك قناه السويس. فالوطن العربي ليه عنده العديد من الممرات المائيه التي يتحكم فيها. السؤال الخامس، تتشابه القيم الاجتماعيه في دول الوطن العربي. هقول له طبعا في إجابة السؤال ده، حيث تنتشر قيم اجتماعية مثل تشابه العادات والتقاليد، وجود تراث ثقافي مشترك. فده إجابة السؤال الخامس. آخر السؤال السادس في برهن، تسعى الدول العربية إلى تحسين ظروفها الحالية. ايه الدليل؟ هقول له الدليل كده عن طريق اهتمامها بالتعليم والصحة، فدي طرق دول الوطن العربي تحسين ظروفها الحالية. السؤال ال13، ماذا يحدث لو لم توجد اماكن مقدسه في الوطن العربي؟ طبعا لو مفيش اماكن مقدسه مش هيبقى فيه اهميه دينيه للوطن العربي. فدي الاجابه. رقم 2، اختلفت اللغات التي يتحدث بها سكان الوطن العربي. لو في اختلاف بيننا هيبقى مفيش تراث ثقافي، اي عدم وجود تراث ثقافي مشترك بين دول الوطن العربي. رقم 3، لو لم يتحكم الوطن العربي في ممرات مائيه. طبعا لو مفيش تحكم هيبقى مفيش تحكم في اهم الطرق التجاريه العالميه، مما يؤدي الى عدم وجود أهمية اقتصادية لموقعه. يبقى عدم تحكم في طرق التجارة، وبالتالي عدم وجود أهمية اقتصادية لموقع الوطن العربي. أنا كده خلصت السؤال في صفحة 20. كده مش فاضل معانا غير صفحة 21، واللي بتتكلم على طبعا هو اختبر نفسك، واللي حابة ان احنا نحله مع بعض كده. رقم 1 بيقول لي البحر. ايه البحر اللي في الجهة دي؟ يبقى البحر المتوسط. مظبوط. رقم 2 المحيط. طبعا في الجهة دي احنا اتفقنا مع بعض ان ده المحيط الأطلنطي. رقم 3 البحر. قلنا هنا في ايه؟ البحر العربي. رقم 4 الخليج. هنا الخليج العربي برضه. رقم 5 الصحراء. طبعا في الجهة دي كلها الصحراء الكبرى. رقم 6 بيقول لي مضيق. فين المضيق؟ المضيق اهو مشاور لي عليه هنا في الخريطه فوق كده. بين البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي مضيق جبل طارق. السؤال اللي بعد كده في مكان صغير شويه، يقول موقع الوطن العربي اهميه اقتصاديه. ليه اهميه اقتصاديه للوطن العربي؟ بسبب موقعه على بحار. أهمية اقتصادية، موقعه على البحار ذات أهمية تجارية، بالإضافة لتحكمه في ممرات بحرية مهمة، مما أدى لتحكمه في طرق التجارة العالمية. السؤال اللي بعد كده، لوطننا العربي أهمية دينية كبيرة. أهمية دينية لأنه موطن الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ووجود أماكن مقدسة ذات أهمية دينية كبيرة زي الكعبة المشرفة في السعودية، وكنيسة القيامة في فلسطين، والأزهر الشريف في مصر. السؤال اللي بعد كده هو سؤال اكتب كلمة صواب أو خطأ. فأول سؤال معانا بيقول يحد الوطن العربي من جهة الشرق الجبال طوروس. طبعا العبارة خطأ، لأن من الجهة الشرقية عندي جبال زاجرس. أما يمتد الوطن العربي في قارتي آسيا وإفريقيا. مظبوط، العبارة صحيحة، يبقى صواب.
السؤال الثالث، قام على الأرض الوطن العربي العديد من الحضارات القديمة ومنها الحضارة المصرية القديمة. العبارة طبعا صحيحة، صواب. أما العبارة الرابعة، يطول الوطن العربي من جهة الشمال على المحيط الأطلنطي. لا طبعا المحيط الأطلنطي في الجهة الغربية، في العبارة خطأ. أكبر دول الوطن العربي من حيث المساحة هي دولة قطر. لا مش طبعا العبارة مش مظبوطة، طبعا الجزائر، فالعبارة خطأ. السؤال الثالث اللي معايا، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. بيقول لي توجد بالوطن العربي أماكن مقدسة ذات أهمية دينية كبيرة زي كنيسة القيامة في فلسطين. أما بالنسبة للسؤال اللي بعد كده، هو بيقول لي أصغر دول العربية من حيث المساحة هي دولة البحرين. دولة البحرين في الجناح الآسيوي هي أصغر دولة عربية. السؤال الثالث، تطل دولتا جيبوتي واليمن على مضيق. طبعا قلنا مضيق باب المندب هو المضيق العربي اللي بيطل عليه دولتين عربيتين. السؤال اللي بعد كده، من النتائج المترتبة على قيام حضارات قديمة على أرض الوطن العربي. هقول له والله أصبح الوطن العربي أهمية ثقافية وحضارية. يبقى أصبح للوطن العربي أهمية ثقافية وحضارية. رقم 2، تحكم الوطن العربي في الممرات المائية. نتيجة كده أصبح الوطن العربي أهمية اقتصادية من خلال تحكمه في طرق التجارة العالمية. يبقى نتيجة كده أصبح الوطن العربي أهمية اقتصادية من خلال تحكمه في أهم طرق التجارة العالمية. وبكده نكون خلصنا تدريبات الدرس الأول في كتاب الأضواء الصف السادس. أتمنى أن نلتقي قريبا إن شاء الله في تدريبات جديدة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.